ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وآخر فقراتنا النهاردة مع الاختراعات والابتكارات واللي بنكون حريصين فيها دايما إن احنا نقدم اختراع جديد بيفيد المجتمع. النهاردة يمكن معانا اختراع مهم جدا في الفترة الحالية. بنتكلم عن حوادث طرق وعن مشاكل بتحصل في الطريق، لكن المخترع اللي معانا النهاردة قدم اختراع خاص بسيارة تقلل من تأثير الحوادث على الركاب. هذا المخترع مشرفنا النهاردة، المخترع الصغير عبد الرحمن عمر. صباح الخير عبد الرحمن. أهلا وسهلا بيك عبد الرحمن. في البداية كده كلمني عن نفسك، عرفني بنفسك، دراستك، سنك. أنا اسمي عبد الرحمن عمر عبد العزيز، في مدرسة الصنايع الجيزة الكهربائية، وسني 16 سنة. تمام. إيه بقى الاختراع اللي أنت هتقدمه لنا النهاردة؟ هو كله طبعا بيشوف حوادث في الطريق. كله واحد يكون قرايبه حصل له حادثة، شاف حادثة مفزعة، فأنا قلت الفكرة جات لي عن طريق كرسي العربية. كرسي العربية اللي بقعد عليه ده، كرسي العربية ده لو ماما كان وزني ورميت نفسي على الكرسي، استحالة الكرسي العربية يحصل له حاجة. فأنا قعدت أسأل نفسي ليه، لقيت الكرسي مكون من توست وألياف اللي هو السفنج وكده. فأنا دورت على أقوى عنصرين في العالم بيستحملوا الصدمات، اللي هما المطاط والسوست. فأنا قلت استخدمهم كشكل بره العربية، بس بحيث حاجات تبقى بارزة وحاجات مش بارزة. يعني الاكسدام قدام. ممكن تشرح لنا أكتر على النموذج اللي معانا ده؟ الاكسدام قدام هيبقى إيه؟ يعني ده في الحقيقة هيبقى مكان الاكسدام الموجود. والسقف هيبقى السقف هيبقى بارز. إيه بقى اللي في السقف ده؟ هيبقى إيه بالظبط؟ هيبقى مطاط، هيبقى في حواجز. بس الحاجات دي بتبقى مبنية على مساعدين. عشان اقدر اضمن يعني بقدر الامكان ان الحادثه ما توصلش للسقف. تمام. يعني الحادثه اول لما هتيجي للمطاط، المطاط ده هوزعها على السوست، السوست ده هتوزعها الجوانب، الحاجات اللي محطوطه حوالين العربيه دي كلها مطاطه تبقى؟ الجوانب العربيه وسقف العربيه كمان. العربيه تبقى مصنعه. يعني واحد ممكن يقول لي المرور هيحسبها مخالفه، لا هقول له لا، العربيات اصلا تبقى جايه مصنعه. تبقى مصنعه كده. طب بالنسبه بقى للكرسي، يعني معلش وضح لي تاني ايه الفكره في الكرسي؟ الكرسي لو حد تخين جه رمى نفسه عليه، كرسي العربيه ده فيه سوست. تمام. وفي سفنج وكده اهو، الحاجات دي بتمتص الصدمات برضك. وفي نفس الوقت بتبقى يعني رخيصه غير مكلفه. يعني احنا بنتكلم على حاجه جوه العربيه نفسها وحاجه من بره العربيه. يعني جوه العربيه الكرسي هيبقى ليه مواصفات معينه؟ لا هو نفسه. لا، الفكره جات لي من كرسي العربيه. الفكره جات من كرسي العربيه، فانت طبقتها على الجوانب بتاعت العربيه وسقف العربيه. طب يعني انت بتتكلم على العربيه تيجي بالشكل ده، ما احنا ما بنضيفش الحاجات دي فيها، يعني هي بتبقى متصنعه كده. هي بتبقى متصنعه كده. طب ايه اللي دفعك للاختراع ده يا عبد الرحمن؟ اللي هو انا شفت حوادث كتير. انا نشأت في مدينه الشروق، فعلى الطريق فبتحصل حوادث كتير. فانا فكرت ازاي احل المشكله دي. انا كنت قبلها عامل مشروع في الكهرباء، اللي هو الطموح الهوائي بتعتمد على الابراج الهوائيه، مش مخلات تعتمد على الابراج الهوائيه، تعتمد على نفسها. طب ممكن ننفذ ازاي الموضوع ده؟ يمكن هو يعني احكي لنا كده، ممكن تكلفته تبقى عاليه يعني ولا ايه اللي ممكن يعيق تنفيذه مثلا؟ الدوله اللي تقدر تعمل تنفيذه. هم ممكن يعملوا اعاده تدوير. يعني الاطارات اللي مرميه في الشوارع دي لو عملوا اعاده تدوير ليها هتبقى غير مكلفه. ولو انشأوا مصانع في مصر هتبقى غير مكلفه. طب انت فكرت تعرض المشروع ده او الاختراع ده على حد، يعني شركه معينه مثلا او وزاره النقل او غيره؟ رحت شركه تويوتا، فقالوا لي احنا مش غير متقدمين قوي عشان اجيب يعني معلومات عليه قبل ما اسجله. بعد كده جبت معلومات الحمد لله كلها. قال لي روح مصنع GM 6 اكتوبر. فاستبعدته بصراحه، جبت معلومات كلها من على النت وقعدت اسال مدرسين عندي وسجلته الحمد لله. طب انت فكرت تروح لوزاره النقل تقدم لهم الاختراع ده ولا لا؟ لا بصراحه. طب انت يعني خدت براءه اختراع ولا سجلته الاختراع ده ولا سجلته لسه البراءه ما خدتهاش؟ بعد سنه وشهرين. بعد سنه وشهرين يكون الواحد نسي الاختراع اصلا. عمل اختراع تاني. طيب عبد الرحمن، انا عايز اسالك، يعني يمكن شويه الاختراع بعيد عن مجال الدراسه بتاعك. يعني انت بتدرس ايه بالظبط؟ كهرباء، شبكات كهربائيه. شبكات كهربائيه. طب شويه ده يمكن بعيد عن المجال الدراسه بتاعك، صح؟ هو احنا اي مخترع لازم يشوف المشكله. انا كنت ببدا مشروع الاختراعات ده من رابعه ابتدائي. كنت مثلا بالنسبه لسني تبقى اختراعات، يعني اعمل غساله المدرسين وزمايلي ينبهروا بيها، اعمل نموذج صغير لدايره ينبهروا بيها. عبد الرحمن، البعض بيقلل من فكره الصنايع، او ان هو لازم تبقى ثانويه عامه عشان تبقى فلان الفلاني او تكبر وتنجح في شغلك. فانا شايف انك بتقدم اختراع مهم جدا ومفيد جدا رغم انك بتدرس صنايع. والبعض بيقلل منها. انا يعني مش بقلل من دراستك، لكن البعض بيشوف انه لازم تبقى ثانويه عامه بقى وهاخد شهاده كبيره وفي الاخر ممكن ما يشتغلوش بيها اصلا. يعني نظريه خاطئه. واللي بيخش صنايع، يعني انا وبعض الطلاب معايا في الفصل داخلين صنايع عشان نخش هندسه. اسهل طريق للهندسه صنايع. يعني بيبقى المنهج بيبقى في دماغنا عملي كل حاجه. فاسهل طريق للثانويه العامه
للهندسه صنايع. طب انا عايز اسالك بقى، على بعد ما تخلص دراسه، ايه طموحاتك، ايه تطلعاتك وزير للمستقبل؟ كهرباء. تبقى وزير كهرباء. بعد كده ان شاء الله اتطور كده واخد جايزه هتعمل ايه نوبل. بقى في الكهرباء لو بقيت وزير كهرباء؟ اول حاجه هلغي، عندنا. يعني اول حاجه انفذ مشروعاتي في البحث العلمي. يعني بعد كده اخلي مراقبين في كل مكان. تمام. واعمل صيانات دوريه عشان ما اكلفش الدوله. تمام. عبد الرحمن، انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك التوفيق في دراستك وفي الاختراعات اللي هتقدمها ان شاء الله الفتره اللي جايه. عبد الرحمن عمر، مخترع سياره تقلل من تاثير الحوادث على الركاب، شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، كان معانا فقرات كثيره بنتمنى ان هي تكون عجبت حضراتكم. نشوفكم الاسبوع الجاي وفقرات جديده وموضوعات جديده وفريق عمل جديد في صباح مين.